السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من مطبخ ام دونا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك للفيديو. والنهاردة هنعمل شوية بوريك كده لزوم العشاء او الفطار. طبعا كمية حلوة جدا وشوية حلوين جدا قوي، وبتلات كوبايات دقيق كده. اضغطوا لايك كده واشتركوا في مطبخ ام دونا، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا كوباية الا ربع مية دافية، معلقة كبيرة سكر ورشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، معلقتين كبار. الصلصة بتاعتي دي خفيفة جدا، مش عارفة، ما عجبتنيش. دلوقتي دي معلقة خل. طبعا الخل بيدي للعجينة بتاعتنا هشة، يعني تكون هشة كده وتكون طرية. ودي ربع كوباية زيت. نقلب المكونات بتاعتنا كده. ودلوقتي هنزل عليها بتلات كوبايات دقيق منخولين. وطبعا المفاجأة بقى ان الدقيق بتاعي ده طبعا ما شاء الله اللهم بارك ابيض جدا وتحفة. ده مش دقيق فاخر ولا دقيق مخبوزات، ده دقيق بلدي اللي هو دقيق الغلة. اللي عندنا في البيت دقيق بلدي. فانا كنت قاعدة بصراحة لا بيا ولا عليا. الاطفال قالوا لي يا ماما احنا عايزين حاجة نتعشى بها، نغير كده، اعمل لنا باتيه بالجبنة او بوريك بالجبنة. فما كانش عندي دقيق غير دول، اللي هو دقيق الغلة او الدقيق البلدي ده. فعملته ما شاء الله طلع تحفة جدا، والنتيجة جميلة جدا وما يتخيرش عن الدقيق بتاع المخبوزات، وجميل جدا. دلوقتي بقى انا بعجن، وهزود العجينة بتاعتي يابسة شوية، هزود لها ربع كوباية مية دافية برضو. يعني هي اخدت معايا كوباية مية دافية. في الاول كوباية الا ربع، ودلوقتي كوباية ربع، اسفة. يبقى المجموع كله كوباية على بعضها. وده طبعا حسب نوع الدقيق بتاعك. نعجنها بقى كده خالص. هبدأ ألم العجينة كده، وأول ما تلم معايا بالشكل ده هنزل عليها بمكعب زبدة. وده اختياري، بس أنا بصراحة حبيت أضيفه لأن طبعا أنا مش مزودة لبن حليب ولا لبن بودر ولا سمنة، فقلت أعزز الطعم شوية طبعا بما إني شغالة بدقيق بلدي. فحبيت أضيف مكعب الزبدة، ده اختياري. وما شاء الله العجينة بتاعتي جميلة جدا. طبعا أنا عجنتها حبة حلوين كده يجي 10 دقايق. قوامها جميل جدا، ناعمة وملساء كده وطرية في نفس الوقت ومش بتلزق. اجيب البولة بقى بتاعتي كده، اديلها رشة زيت بسيطة جدا. وهحط العجينة بتاعتي بقى دلوقتي، وهغطيها بكيس بلاستيك او فوطة مطبخ او بلاستيك راب. تمام. وهركنها بعد ما اغطيها بقى، هركنها لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع. طبعا الجو حر، فنص ساعة كفيلة، كفاية جدا، هتخلي العجينة بتاعتنا مظبوطة. نركنها بقى دلوقتي نص ساعة كده. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لايك. ودلوقتي بقى انا هجهز الحشوة بتاعتي. انا هحشيها جبنة قديمة طبعا، زي السمنة كده دايبة، انا مخزناها وجميلة جدا. فانا حابة ان انا اعملها بجبنة قديمة، ودي شكلها بعد نص ساعة ما شاء الله خمرت واتضاعف حجمها وجميلة جدا وهشة. دلوقتي بقى جيب الرخامة بتاعتي كده، اديلها رشة زيت بسيطة. وهبدأ بقى اكور العجينة بتاعتي، اقسمها نصين.
قوام العجينة تحفة جدا. اول نص ده، والنص التاني بقى هسيبه في البولة. العجينة بتاعتي مرتاحة مش محتاجة اي حاجة. طبعا اللون ده طبعا اللي هو لون الصلصة، بس هي المفروض كانت تكون اغمق من كده، بس الصلصة بتاعتي خفيفة جدا. نبدأ بقى نفردها كده بالنشابة. نظبطها كويس جدا كده ونفردها قد بعضها كده بالسمك اللي احنا هنشوفه دلوقتي كده، بالسمك ده كده، لان طبعا لسه هتخمر. ودلوقتي هنجيب بقى قطاعة او اي حاجة مدورة، دي غطا كوباية عندي بلاستيك بتاع الاولاد، فهبدأ اقطعه بكده. فانت الحاجة اللي انت حابة تقطعي بها اي شكل واي حاجة عندك، ماشي تمام. دلوقتي هبدأ اقطع بها بقى. دلوقتي بقى اطلع بقى الايه الزوايد دي كده، طبعا مش بتترمي. دلوقتي هنرجعها بقى تاني وهنلمها وهنعجنها تاني، نعمل بها برضو بوريك. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. نبدأ بقى نديلها فردة بسيطة كده، ونبدأ بقى نحشيها. طبعا الحشو دي حاجة ترجعلك، حابة تحشيها جبنة نستو، حابة تحشيها جبنة تلاجة، جبنة فيتا، الحشوة ترجعلك. بس أنا بصراحة بحبها جدا بالجبنة القديمة، بتبقى طعمها حلو جدا، لأن الجبنة بتاعتي دايبة جدا وسمنة، فبتدي طعم جميل جدا جوا الحشوة بتاعتنا جوا البوريك. نبدأ برضو نحشي برضو كام واحدة كده. اهم حاجة نقفلها من الظهر كده كويس، عشان ما تفتحش معانا في الفرن، زي ما بنقفل الكايزر كده بالظبط. نقفلها كده. وطبعا العجينة بتاعتنا طرية كده وحلوة وبتلزق، مش بتلزق قوي بس بتقفل معانا بكل سهولة. هرصها بقى في الصينية طبعا، ونراعي ان احنا نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، عشان طبعا لسه هتخمر وهيتضاعف حجمها في الفرن، فما تلزقش في بعضها. هنكمل باقي كمية البوريك بتاعنا، وهنقفلها نحشيها ونقفلها بنفس الطريقة. وهخلص الكمية وارجع لكم بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. وهنا بقى انا خلصت الكمية بتاعتي. طبعا دول الشوية اللي في الاول ودول في الاخر، والطويلة دي بصراحة كانت حتة فايضة بقى من العجين، فعملتها طويلة شوية كده ببواقي العجين. دلوقتي بقى طبعا هي خمرت وضعف حجمها طبعا. فدلوقتي بقى معايا بيضة، هنزل عليها برشة خل، نقطة خل كده، وهقلبها. وهجيب بقى وش البوريك بتاعنا كده بالفرشة، وامشي عليه كده بالراحة. طبعا عشان الهوا بقى والعجينة خمرانة وكده ما ترخيش مننا كده، وتكون كويسة وهشة بالراحة جدا. كنا ندهن وشها لبن.
وممكن ندهن وشها مثلا معلقة مية عليها معلقة زيت، ممكن نسكافيه قهوة زي ما انت حابة. فطبعا انا قلت بقى هدهن وشها بيض. ودلوقتي بقى التزيين بقى ممكن سمسم، ممكن حبة البركة، وممكن نسيبها سادة خالص. بس انا كان متوفر عندي السمسم، فقلت بقى ايه ازينها بسمسم وكده عشان تدينا شكل حلو. هدهن برضو بقية الكمية، وده شكلها كده بعد ما خلصت وزيناها. دخلها الفرن على درجة حرارة 180، وده شكلها بعد ما طلعت، واخدة لون من تحت ومن فوق، لون جميل جدا وهشة وطرية مفرغة من جوه ما شاء الله. كمية حلوة ب3 كوبايات دقيق ما شاء الله. شفتوا الطراوة والهشاشة ما شاء الله، مفرغة من جوه، والجبنة فيها جميلة جدا، وبصراحة خطيرة خطيرة، طعمها تحفة جدا. يلا اعملوها بقى وفرحوا أولادكم كده، وغيروا بقى في الفطار والعشاء. بسيطة وسهلة. وما تنسوش بقى تحطوا لايك وسبسكرايب لمطبخ أم دونا، ونشوف الباتيه الجميل ده بقى كده نعمله مع بعض. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه، وأشوفكم في فيديو جديد، ودمتم في أمان الله. باي باي.